أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حلقة جديدة وتأملات على الشعر. الشعب المصري بسيط، طيب إلى حد سذاجة، للأسف إلى حد سذاجة. طيب بسيط ينكت على نفسه، ونشوف إن هو الإنسان البسيط في أوائل القرن الماضي، العرباجي أو السايس أو كذا وكذا، كان بيتقاضى في اليوم قروش قليلة، تمن زهيد لعمله، قروش قليلة. كان راضي بما قدر الله له من الرزق. نشوف سيد درويش، الراجل اللي عبقري في مسألة التلحين. لما لحن أغنية بتقول شد الحزام على وسط غيره ما يفيدك، لابد يوم عن يوم برضه يعدل سيدك. يعني كان بيتكلم على العربجية والسياس يعني كل الطوائف المطحونة في المجتمع تكلم عنهم سيد درويش. وهذا هو أصل الإنسان المصري اللي طبعه السذاجة للأسف، والطيبة الخالصة والاستماع للشائعات والبساطة، لدرجة إنه بينكت على نفسه. إلى أن في هذه الحلقة إن شاء الله بعنوان يحدث الآن في مصر. حدث الآن، يحدث في مصر الآن، يحدث في مصر الآن. هنشوف النقلة الفظيعة من أيام سيد درويش أوائل القرن الماضي، والتدهور في مسألة الأخلاق وعلى مسألة النصب. يعني تقدر تتكلم ثلاث حاجات: النصب والقنوات الفضائية والناس اللي بيجروا ورا الإعلانات والفضائح. ونتكلم أيضا في مسألة نفاق الحكام. يحدث الآن في مصر. والدي الله يرحمه رحمه الله، في آخر أيامه كان يمكن آخر كلمة قالها أو آخر جملة قالها من أواخر كلمات اللي قالها رحمه الله، والدي رحمه الله. قال: البلد دي بقى شعارها خد الفلوس وكده. شعار البلد دي الآن وتوفى في الثمانينات رحمه الله، فقال هذه العبارة، قال البلد دي شعارها مسألة في جملة خد الفلوس وكده. بالفعل بعد مرور السنوات على وفاته وشفنا ثورة يناير وده كله الكلام ده كله، وفعلا الناس اللي كانت بتقبض بقروش زهيدة أيام سيد درويش في أوائل القرن الماضي، ناس بقى ما يملاش عينها غير التراب، يفكروا كل ما يعني ياخد نهيبة أو سرقة معينة عايز أكتر أكتر أكتر. الناس توحشوا، وخاصة في مجال الإعلام والقنوات الفضائية. هذا ما سأفنده في هذه الحلقة. وشفنا أيام سيد درويش أيضا في أغنية بتقول إزاي بقى مسألة التوحش في الطمع في المال وكده. يعني في أغنية برضه في أول القرن كانت بتقول الجنيه من غير الدنيا من غيره ما تسوى إيه؟ نشوف بقى دلوقتي تشوف الناس زي النصب عين عينك، وإزاي البلد وصلت لإن الناس كلها بقت وحوش عم تجري ورا القرش وخلاص. زي المثل اللي بيقول لو لقى الجنيه ياكلك. يعني توحش جامد وإهمال للقيم، ويعني للأسف في يعني انهيار في المنظومة الأخلاقية. ده اللي هنناقشه في هذه الحلقة. يعني أول حاجة تقولها فيها في مسألة النصب والاحتيال. الناس بقى بيرسموا على كبير، الناس اللي بيرسموا إنهم ينصبوا بالملايين وبالمليارات. لا أبالغ إن في بعض شركات النصب وخاصة في مجال القنوات الفضائية والإعلانات تصل أرباحهم إلى المليارات من وراء النصب. يعني أنا لا أبالغ. في إعلان بيظهر في على صفحات النت وفي القنوات الفضائية، تظهر مذيعة تدعي إنها بتقول نشرة الأخبار، وتقول النبأ الأخير
في نشر الأخبار. النبأ الأخير بيقول إن في سواق تاكس كسب 50 مليون جنيه لأنه اشترك في لعبة على البلاي ستيشن، دفع 5 جنيه و5 جنيه واشترك في اللعبة، وبعدين في النهاية بالحظ والفتاكة والفهلوة قدر يكسب 50 مليون جنيه. قد آخر الخبر في الإعلان. اللي عايز يشترك في اللعبة بالشباب طبعا الشباب اللي هو يعني المغرر بيه، الشباب اللي هو للأسف ضايع تايه، يا شباب دلوقتي تايه. ده مش الموضوع إن بس في هذا الإعلان الشباب طبعا اللي يسمع الإعلان ده سواء شباب أو أي ناس بتسترزق خلاص ادفع 5 مليون وممكن او هكسب في الاخر 50 مليون، يعني 50 مليون جنيه. الكلام ده بيحصل نصب عين عينك، واللي وقعوا ضحايا لهذا الاعلان ناس بملايين، والناس القائمين على هذه القناه اللي بتبث هذا الاعلان النصب كسب مليارات. في يعني حاجه غريبه في لمح البصر، الناس دي اصبحت مليارات من النصب. ولا أبالغ إن قلت في قنوات مخصوصة للنصب في الدش في الفضائيات وفي النت، وبالذات في الفضائيات بدون ذكر أسماء. في قناة معينة بتذيع مدائح نبوية وحاجات الناس البسطة بيحبوها ويسمعوها، الناس البسطة السذج اللي هم يعني يسمعوا أي حاجة وأي إشاعة. القناة دي بتبث حاجات دينية، لكن الحاجات الدينية بتقعد ربع ساعة بس. بعد كده شوف النصب، شوف حاجة تقرف يعني، حاجة غريبة، حاجة الناس يعني حاجة غريبة. الباقي بقى ربع ساعة مداح نبوية اللي بيحبها الناس البسطة، 3/4 ساعة إعلانات زائفة عن مثلا حاجة تقوي القدرة الجنسية، حاجة تمنع عن الخشونة في الركبة، حاجة كذا كذا تعالج الروماتيزم، وكلها أدوية حاجات زائفة. ويظهر راجل يعمل الدكتور يقول أنصح باستخدام هذا المنتج، ويظهر الناس مش بسطة ويروجوا لهذا المنتج طول 24 ساعة، قنوات مخصوصة. يعني ده شيء يعني وده ما حصلش في حاجة يعني للأسف لو احنا دورنا في أي حتة في العالم إن يحصل في مثل هذا النصب بهذه الطريقة، إن تكون قنوات مخصوصة للنصب، ده شيء لا يحدث، ده شيء يعني عجيب لا يحدث في العالم يعني. زي ما قلت أول حلقة، الشعب المصري طيب إلى حد السذاجة، يستمع الإشاعات وكذا وكذا، وده ده حاجة يعني وبال على الشعب والله. ده لا هو الناس دي يعني لا بد من التوعية وحاجات عايزين عشرات السنين عشان نصلحها يعني. ده بالنسبة لي مسألة النصب. النصب في الآن يحدث في مصر من مسألة النصب. نشوف بقى نشوف حاجة تانية. حاجة بقى الناس عشاق الفضايح والناس اللي بيحبوا الفضايح يتلذذوا بوجود إحدى الفضائيات تستضيف فنانة متزوجة مثلا من رجل أعمال أو مخرج شهير. هي زوجته الآن هي الآن زوجته، وفي المقابل تستضيفوا فنانة أخرى كانت زوجته سابقا، ويكون رجل الأعمال أو هذا المخرج الشهير على التليفون في هذا البرنامج الذي هو على الهواء، ونشوف الفضايح ونشوف الشرشحة، دي تشرشح دي ودي تشرشح دي ودي فنانات. البرنامج عايز يكسب من الإعلانات، وقاعد تكسب الإعلانات اللي بتكتر بسبب هذه المهاترات، ويسموه فن، هو ولا فن ولا حاجة. ده كله يعني ده كله شيء يعني يدعو إن الواحد يشفق على الناس دي. والخلاصة إن يعني ده مش فن، ولو قلنا ده فن فأحسن إن احنا نلغي الفن خالص يعني. لو كان هو ده الفن في بلدنا فمن الأفضل إن احنا نلغي الفن خالص ونكتفي بالقراءات في الأدب وفي الشعر وفي كل حاجة والثقافة، بغض النظر عن الفن الهابط إذا كان هذا هو الفن. هنشوف الفن في الستينات، ونشوف إزاي الأفلام تتعالج قضايا اجتماعية جميلة. شوف فيلم الزوجة الثانية،
شوف فيلم كلّها حاجات بتدور في القرية، حاجات جميلة. شوف فيلم قنديل أم هاشم ليحيى حقّي، إزاي بيعالج مسألة الجهل بالطب في القرية، وإزاي بطلة الفيلم فقدت بصرها بسبب إنها بتستعمل زيت الأنجيل اللي هو إنجيل أم هاشم اللي ذكره يحيى حقّي في هذه القصة الجميلة. فيلم شيء من الخوف والتمرد على الحاكم الظالم. شادي لمّا فتح هاويس المَيّة عشان يروي الأرض في إنها بتعاند الراجل العُمدة أو كبير القرية إن هو قفل هاويس المَيّة، فهي يعني شيء جميل في أفلام الستينات، شيء من الخوف. الأرض، فيلم الأرض ليوسف شاهين، في أفلام جميلة بتناقش مواضيع جميلة. لكن يعني وشتان الفارق فظيع وعظيم بين هذه الأفلام والآن ما يحدث مهاترات باسم الفن. وأنا قُلت لو كان الفن بهذه الطريقة فالأفضل لكم أن تجلسوا أيها المخرجين وأيها الفنانين اللي بيقوموا بهذه الأدوار الهابطة والتي لا تخدم سوى أعداء الوطن في مسألة انهيار الأخلاق والمثل العُليا. يعني أفضل لكم أن تجلسوا في بيوتكم. ده كان موضوع بالنسبة الفن الهابط. نيجي بقى لمسألة النفاق. يعني ده موضوع كبير. وزي ما قُلت قبل كده إن في من زمان في مسألة السلاطين هارون الرشيد والمأمون واللماكيم واللي الشُعرا يمدحوهم، وفي الآخر الأمير أو السلطان لمّا يرضى عن هذا المديح يدّي للراجل اللي هو قال فيه المديح والشعر يدّي له يغدق عليه بالمال. وزي ما قُلت في أوبريت سيد درويش إزاي سلامة السلطان بيقولوا مسألة ما دام مناعة لازم تنطسي. هذا ما يحدث الآن. وله جذور. وشوف بقى حاجة معيّنة، مش هاتكلم على الحذر العام في مسألة رئاسة النفاق، لا ده شيء معروف ومفضوح. نشوف مثلًا في عهد مبارك، هنشوف بقى إزاي إن الناس اللي بتحارب الكلمة الحرة والرأي الحر، إزاي الناس دي توحشت وعايزين هذا الحاكم الذي ظل في حكم عشرات السنين إنه يظل إلى الأبد حتى تتحقق أغراضهم وحتى تتحقق مآلبهم. شوف عهد مبارك عندما حدث موضوع إن هو محاولة الاغتيال اللي تم في تأسيس أباظة سنة 95 تقريبًا 95. عارفين طبعًا حسني مبارك كان بيحضر مؤتمر قمة في أديس أبابا، وبعدين كان في ناس عايزين يغتالوه بالمجاعات المتطرفة، ونجا من المحاولة بأعجوبة. وبعدين نجح. حصل في مصر اتقلبت. الفنانين والإعلام ورجال الدين ورجال كل شيء تحولوا إنهم يطبلوا ويزمروا لمبارك، والحمد لله إن إحنا جيت وأنت يا رئيسنا للأبد وأنت راجل ما حصلتش وكلام من ده. لكن حصل حاجة معينة. الإمام محمد متولي الشعراوي إمام الدعاء، طبعًا من ضمن الناس اللي جم يهنوه بالنجاة الأئمة والدعاة، منهم الإمام الشعراوي والأنبا شنودة. يعني ده كان واقف حسني مبارك على المنصة جابوا رجال الدين ومنهم الشعراوي. فإذا بالإمام يقول كلمة حق وهو بيقولها. نشوف زكريا عزمي ونشوف الناس كلهم اللي هم أقطاب السلطة، كلاب السلطة للأسف كانوا بيبصوا للشعراوي عايزين إنهم يشيلوا عنه الميكروفون، لأنه كان بيقول الحق عندما قال: لو كنت قدرنا فليلطف الله بنا، ولو كنا قدرك فاحكم بيننا بالعدل. هذا هو موجز ما قال رحمه الله إمام الدعاة. ونشوف زكريا عزمي إزاي انتفض، ونشوف جنزوري والناس كلها الناس كلاب السلطة كلها طبعًا مش عايزين كلمة حق، وخاصةً إنها جاية من رجل دين له شعبية. يعني ده كلام بنقوله كله في مسألة النفاق. ونتكلم في هذه الحلقة عن النصب وفضائع الفنانات والنفاق. وأله البلاغ طالما فشلت، أله البلاغ طالما فشلت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته على سيد ألف.